معظم الناس بتعاني من مشاكل اكتئاب، وعلشان مش متوفر لنا قهوة عدلات ولا عارفين نلاقي هناء تلف ورانا بالبخور وتقول لنا على الهادي على الهادي، تعالى اقول لك بقى شوية مشروبات تظبط معانا المود وتقلل معانا الاكتئاب. في الفيديو ده هتكلم عن 6 حاجات نعملها نقلل بيها الاكتئاب، واخر حاجة هكلمك عنها ليها نفس تأثير الأدوية مضادة الاكتئاب بس من غير الآثار الجانبية. اول حاجه زيت اللافندر. زيت اللافندر مش هنشربه، هنجيبه هندهن بيه مقدمه الوجه كده، وهنرش بيه على المخدات بتاعتنا قبل النوم علشان خاطر تهدي الاكتئاب وتخلينا ندخل في مود كويس قبل ما ننام. كمان نقدر نرش فيها في الاوضه اللي احنا قاعدين بنذاكر علشان خاطر تهدي شويه من حده الاكتئاب والعصبيه اللي موجوده. الحاجة التانية اللي هتكلم عنها هي اليانسون. لو عملنا ينسون مغلي وشربناه هيقلل من التوتر والاكتئاب والقلق اللي بيكون موجود، وكمان اليانسون ليه تأثير كويس جدا على الجهاز الهضمي ان هو بيقلل من المشاكل اللي بتصيب الجهاز الهضمي. كمان مهم قوي لو متاح ان احنا نديله رشة زعفران خفيفة كده، هتقلل معانا قوي 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 مشاكل الاجهاد والاكتئاب. الحاجة الثالثة اللي هتكلم عنها هي البابونج. البابونج مهم جدا علشان خاطر مشاكل التوتر والقلق والاجهاد. الحاجه الرابعه اللي هكلمك عنها هي الميليسا. الميليسا ليها نفس شكل اوراق النعناع، بتكون ليها ريحه الليمون، مهمه جدا لعلاج القلق والاكتئاب والتوتر والاجهاد. الحاجه الخامسه اللي هكلمك عنها هي الجولدن ميلك. اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو سابق، وقلنا ان احنا لو جبنا كوبايه لبن مغلي وحطينا عليها معلقه او نص معلقه من الكركم وقلبناها وادينا لها رشه فلفل اسمر وشربناها، هتقلل من الاجهاد ومن الاكتئاب وكمان من الشوائب الحره اللي بتكون موجوده في الجسم، وهتحسن الحاله المزاجيه اثناء فتره المذاكره. الباب الاخير اللي هكلمك عنه بقى النهارده دوت ليه تأثير كويس جدا لحالات الاكتئاب، والتأثير بتاعه مماثل لأدوية علاج الاكتئاب. هو بيقلل التوتر وبيقلل الإجهاد وبيقلل الاكتئاب، بيقلل من الهبات الساخنة اللي بتيجي للنساء بعد سن الأمل، كمان بيقلل من معدل الكورتيزول السيء أو العالي اللي بتكون موجودة في الجسم. العشبة اللي بكلمك عنها هي عشبة القديسين أو عشبة القديس يوحنا أو عشبة القديس جون، وهي حلال مش حرام. بالطريقه اللي احنا بناخدها منها ان احنا بنسخن ميه او بنغلي ميه ونحطها في كوبايه ونغطيها ونشربها بعد شويه. ممكن ناخدها من مره لمرتين في اليوم مش اكتر من كده، علشان خاطر كل شيء طبعا لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده. كمان مهم الناس اللي عندها مشكله سيوله في الدم او بتاخد ادويه لعلاج السيوله ما ناخدش منها، لان هي تاثيرها مش هيكون كويس معاهم. والسيدات اللي بتاخد حبوب منع الحمل برضو ما تاخدش من العشبه دي، لان اكتشفنا ان هي تقريبا بتوقف التاثير بتاع ادويه بتاع حبوب منع الحمل. فعلشان خاطر ما تخشيش في اكتئاب جديد، الافضل اللي في الفتره دي او اللي بياخد حبوب منع الحمل ما ياخدهاش علشان خاطر ما يلبسش في مشكله جديده.